السلام عليكم، مبروك عليكم رمضان، ربي يدخل عليكم الصحيحه والسلامه. غادي نديرو عصير بما ان يعني شهر الصيام فمحتاجين فيتامينات معادن. غادي نلقاوهم في الخضروات احسن. ناكلوا كل شيء طبيعي. عندي هنايا عصير نحتاجو فيه الاناناس، غادي نديرو فيه قرعه قزبر، سبانخ، نعناع، خيار، حامض وسكينجبير. كما كتعرفوا كاملين بان الاناناس غني بالمعادن وفيتامينات الف وجيم، وكيساعد على كيقوي الجهاز الهضمي، كما انه كيقلل الانتفاخات، كيحارب نزلات البرد، كيحارب الالتهابات وكيقوي العظام. بالنسبه للنعناع والقزبر فهما مضادين للاكسده طبيعيين ومهمين جدا، وكذلك كيحاربوا الالتهاب بطريقه فعاله جدا. غادي نخلطوا كل شيء في خلاط، اي خلاط عندنا. غادي نخلطوا كل شيء، ما غاديش نزيدوا معاه الماء لان الاناناس عندي هنايا يعني فيه الماء ديالو، ما غاديش نحتاجوا اننا نزيدوا الماء. غادي نقطعوا القرعه ديالنا، الحامض على حسب الخلاط اللي عندكم. احنا ما كنحتاجوش اننا نقشروا القرعه ولا الخيار، كنخليوهم ولا حتى الحامض كنخليوهم بالقشور ديالهم. المهم انهم يكونوا مغسولين مزيان بالملحه والماء. يعني الملحه كنحاولوا اننا بحال نحكوا الحامض ديالنا ولا هذه باش كتحيد كاع المسائل اللي زايده. صافي نديرهم في قريعات ديال الزاج. كان وقت الفطور كنتمنى العصير اليوم ينفعكم ويعجبكم بالصحه والعافيه.